رسمي لنادي الزمالك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن حازم. ازاي حضرتك؟ يعني يا فندم مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك. اول حديث لحضرتك وحضرتك متحدث رسمي ولا ده تاني حديث ولا ايه؟ يعتبر اول حديث يا فندم على الهوا يعني. تمام ان شاء الله خير باذن الله. الدكتور علي طبعا قيمه كبيره في نادي الزمالك. قول لنا حضرتك اخبار نادي الزمالك الفتره الاخيره، الفرقه توصل امتى؟ قول لنا برضو كان في خبر على شيكابالا اعتقد، يعني تقول لنا ايه الاخبار؟ هو طبعا كان في نادي يعتبر اكبر نادي في دوله الصين بعت ناس عشان يتكلموا عن شراء شيكابالا بيع نهائي، وتقابل معاهم بعض اعضاء مجلس الاداره، والقرار طبعا رفض بيع شيكابالا. احتمال يرجعوا للنادي تاني على اساس يتكلموا في عمليه اعاره. قالوا لو حصل هيبقى ندرس الموقف بالنسبه لاعاده الدوري من عدمه، وساعتها مجلس الاداره يفكر وياخد قراره. مين جاب العرض ده يا استاذ علي؟ النادي نفسه باعت ناس من عنده، يعني في ناس صينيين جم نادي الزمالك امبارح او النهارده؟ هم جايين عن نادي صيني، جم النهارده. هم جايين عن نادي صيني يعتبر اكبر نادي هناك يعني على كلامهم، حيث الشعبيه زي نادي الزمالك كده في مصر والنادي الاهلي. انما اللي جايين جنسياتهم هولنديين ومغاربه، لكن هم جايين من النادي الصيني. وكلاء يعني، وكلاء النادي. وكلاء ومين قابلهم من اعضاء مجلس الاداره يا فندم؟ اللواء صبري السراج، وانا حضرت اللقاء. ورفضتوا رفضا قاطعا، ده يعني تشاورات مع المجلس. بيع شيكابالا مرفوض نهائي طبعا. انما اذا عادوا يعني بعرض اخر في عمليه اعاره، هيدرس مجلس الاداره والقرار حسب الظروف المتاحه من استكمال الدوري من عدمه يعني. هم عرضوا 2 مليون دولار للبيع النهائي. تقريبا يا فندم 2 مليون يورو بيع نهائي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علي ابو النجا، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. 2 مليون يورو بيع نهائي لشيكابالا، واعتقد